الحين بتكلم عن لقاء حليمة بولند اللي كان قبل كم يوم في برنامج ليالي الكويت على تلفزيون الكويت. طبعا يعني أوكي، هي طلعت كتاب. هو كان اللقاء أساسا متسوي عشان الكتاب اللي هي أطلقته. طبعا هي تكلمت عدة مواضيع على السريع، يعني اللقاء ما كان تجاوز 10 دقائق. تكلمت فيه. طبعا هي شوي شكلها متغير عن شكلها المعتاد، لاحظتها يمكن شوي مسمرة شيء كذي، يمكن المكياج اللي هي حاطته من نوع البرونز، يعني هذه الأشياء. بس هي أول شيء بلشت في الإهداء مال الكتابين حق عبد الله الطليحي والمذيع اللي وياه. هذا في جانب. تكلمت أول ما بلشت، يعني على قولتهم أول القصيدة كفر، لما قالت معرض الكتاب وأنا نزلت كتابي في معرض الكتاب والذي كل عام عن عام يعني يزيد ازدهاره. لا والله للأسف، يعني معرض الكتاب في الكويت من سنة لسنة ثانية أسوأ من السنة اللي قبلها، يعني للأسف. يعني الحريات في وقت اللي العالم كله صار مفتوح على بعضه، لما الحين المعرض الكتاب يمنع ويقبل بعض الكتب ويشيل ويحذف، وهذا شيء مو إيجابي على فكرة، شيء سلبي عموما. يعني هذا يعني، بس أنا عموما ماني متفاجئة، لأن عموما هو الوضع الإعلامي في الكويت سيء يعني خلال سنتين، وهذا رأيي يعني صراحة. يعني أنا عندي يعني وزير الإعلام الحالي سلمان الحمود، بالنسبة لي وجهة نظري هو أسوأ وزير إعلام دخل وزارة الإعلام. أنا توقعت أن أنا عديت في مراحل سابقة شفت وزراء سيئين، يعني هذا وجهة نظري. نفس بن طفلة، نفس محيلبي، نفس مجموعة للأسف كانوا تجربتهم سيئة لأقصى الدرجات، بس طبعا تفوقهم جميعا. عموما هذا يعني، وطبعا وهذا ما بيتحكى عنه بشكل طويل، لأنه عموما يعني أبسط حق المتلقي العادي، ويعني تسكير قنوات، تسكير جرايد، برامج، سحب يعني أخبار من قنوات، وبس تخصيصه حق وزارة الإعلام، إلى جانب أشياء كثيرة. يعني هذه بس حق النظر الخارجية. فأنا عندي إن حليمة بلشت في اللقاء، يعني قولتهم أول قصيدة كفر. لا، هو مو معرض الكتاب سنة عن سنة مو قاعد يصير أفضل، قاعد يصير أسوأ. يمكن عشان ما عندك قراءات، أو ما تطلعين وما تروحين لحليمة، وهذا شيء أنا واثقة فيه، لأن أنت اهتمامك أكثر شيء بالفاشن، بالأزياء، بالميك اب، بالحركات، البركات هذه أكثر من ثقافتك أنت كمذيع، وهذا الشيء قاعد يظهر لنا يعني من سنوات، من أول ما طلعت إلى الآن. إلى جانب إنه أنا استغربت عبد الله الطليحي أنا عندي يعني تحفظ عليه من يوم ما طلع ويا يعني لقاءه في ليالي الكويت مع جاسم النبهان، لما يعني ريال كبر ابوك ويدك، يعني ما نبي نكبره وايد. جاسم النبهان يعني قدام غادة رزوقي يقول انت ما تعرفين جاسم النبهان كثري. جاسم النبهان بطلال على الطبيعة، نكتة. لا، نكتة ما تنقال حق واحد في عمر يعني جاسم النبهان، كلمة لا تقال، لا يعني ما تلوق. يعني كلمة نكتة مو خفة دم، لا، هاي على فكرة فيها إهانة. حتى أنا احترام جاسم النبهان، بس ابتسامة وسكت. يعني شو يقول غلط. فهو يعني زود خطأ عبد الله الطليحي بأنه طلع في ليالي الكويت مع حليمة بولند، قال يعني أنت مسيرتك الإعلامية طويلة خلاص تسوين الكتاب هذا اللي أنت الحين أصدرتي له. هي أنت حوالي 14 سنة في المجال، 14 سنة طويلة بالنسبة لك عبد الله الطليحي. يمكن أنت يعني تواجدت على الساحة يمكن تجاوز 5-6 سنوات، فأنت يمكن عندك هذا بالنسبة له مشوار. حليمة لا، حليمة وايد عندها أساسا في سنوات توقفت وما اشتغلت، وعندها خلافات كثيرة مع روتانا، مع تلفزيون الكويت، مع يعني ما شاء الله. إلى جانب طبعا كان عندها بعد من فترة خلاف مع قناة مصرية، إلى يعني كثير من ما شاء الله وايد يعني سوالفة في المحاكم مع الجهات الإعلامية. فأنت يعني إذا مشوار حليمة 14 سنة، يعني مشوار أمل عبد الله، سلوى حسين، عندكم مشوار وحدة إعلامية رائعة نفس نادية صقر وغيره.
يعني شنو المشوار؟ يعني في ناس تجاوزوا علبوا 20 و25 و30 و35 و40 و50 سنة إعلام، المفروض ينتحرون يا عبد الله الطليحي. ويا أي نعم، وأنا ما شنو، أنا لأول مرة قاعد أطلع جانب الأسري. ليش حليمة؟ أنت من متى أساسا جانبك الأسري كان متغطي؟ إحنا كل يوم نقرأ في يعني سواء على الانستغرام، على من قبل بعد في الجرايد في المجلات، أنا تزوجت، أنا كذي، زوجي، أنا رحت عند القذافي، أنا عطاني الطقم، أنا ما شنو عطاني، أنا أبوي قلت له بطلب لك من سي فود، أوكي، وجبت له. أنا ذكر إحنا لقائك هذا في تو الليل اللي ما أدري شنو طلبتي منه حق الوالد الله يطول بعمره، هو يحب السي فود وطلبت له من مطعم السي فود وقلت له بطلب لك انا ما ادري شنو السالفه مالت هذه. يعني شنو الشيء المضحك في السالفه؟ بس انا يمكن يا جماعه، يمكن مقياس الكوميديا او خفه الدم يختلف من عندنا مقياس الى حليمه بولد. حليمه بولد مع احترامي لها جميله، هذا ما حد يبخس حقها، جميله جذابه، هذا ما حد، بس سالفه خفه الدم نتحفظ عليها يعني صدق. حليمه يعني هذا الشيء أعتقد هي تعرفه إن هي، وأعتقد فيها أغلبية من الجمهور، وهذا أنا تقييمي الشخصي حق خفة دمها. يعني الصراحة هي مو خفيفة الدم نهائيا، ما نبي نقول ثقيلة الدم، لأن في ناس تشوف هذا شيء ظريف، أوكي. فأنا بالنسبة لي هي تحت أي بنت، هي مو خفيفة الظل نهائيا. فحليمة طلعت يعني قاعد تقول أنا تحكيت وحطيت صورة حقي وأنا صغيرة، وحطيت صورة حق بنتي أنا بنتي كاميليا، وإنه ما أدري شنو كيت. زين ماشي، مو قبلها ماريا ما شاء الله، يعني يمكن بس يعني في يعني مجلة سعد وسمير وميكي ماوس هي اللي ما نزلت فيها، بس انت ما نزلت فيها غلاف، يعني استثمرتيها استثمار طول عمرك حليمة. استثمارك الأسري اوكي هو استثمار إعلامي، انت من الأساس يعني جرب الأسري مو مخشوش، هذا وايد الناس تتحفظ عليه، انت لا، انت مطلعته من زمان قبل ما تطلعين الكتاب. فهذا أول شيء، يعني انت ما تحفتين الشيء في الكتاب لما تحكين عن تقول حطيت صور، يعني صور، انا ما احس ان هذا كتاب، انا احس انه مجلة عدد قررت ان تطبع حليمة بولند، اوكي، بس مجلة عدد واحد سويته وخلاص، والسلام عليكم وعليكم السلام، عدد خاص. هاي وايد يصير في جانب، الى جانب انها تحكت قالت انا تحكيت عن الشيخوخة وخريف العمر اللي بعد 100 سنة. زين ماشي، شلون تتكلمين عن شيء ما وصلتي له؟ بس سؤال خريف العمر، يعني انت بالثلاثينات حليمة، خالصين من هالسالفة، اوكي، بس نبي نعرف يعني شلون انا اتحكى عن مشاعر شيخوخة ولا خريف عمر انا بعدي ما طقيته. يعني خريف العمر يبتدي من 50، يعني انت وصلت 50 عشان تتكلمين ماشي. يعني مثلا مثل هل عشتي مرحلة نفس فيلم ذا باك ذا فيوتشر؟ يعني رحتي للخريف رحلة خريف العمر ورديتي عشان نفهم يعني، اوكي ماشي وماشي يعني هذه اشياء غريبة انا قاعد اشوفها يعني، او تصريحات حليمة، الى جانب ان انت يعني تقولي انا الكتاب 800,000 دولار وانتوا عطيتكم الكونترا. ترى على فكرة مو كل كونترا في الدنيا يكون سليم صحيح، اوكي. احنا نعرف حتى في اطار الفن في هناك كثير من الفنانين يحطون في الكونترا مال المسلسل مثلا انا اخذ 1000 2000 3 4 على الحلقة، اوكي. هذا عشان شنو؟ هذا عشان يعني محطات ثانية او المنتجين الاخرين يقولون انا اخذ هالمبلغ، ولان في ناس تعتبر ان سالفة الرقم اللي ينحط في الكونترا في العقود هو نوع من انواع البرستيج، اوكي. هذا نفسه يعني، ولا وتقول ان هذا الكتاب الجزء الاول، في الجزء الثاني بعد بيطلع، يعني صدق يا صبر الارض، يا صبر الارض صدق. يعني احنا الحين اقول حق الناس يعني الله يعينكم، هذا الاول جاي لكم الثاني بعد، يعني الله اذا هذا الاول شلون الثاني ان شاء الله بيكون. يعني بتكون في اشياء بتنحذف، انا هناك بالانجلش يلا هو ندري شو هو، بس في كلمه قالتها حقيقيه في هذا اللقاء، قالت اثاره الجدل شيء حلو، وهذا انا اعيدش فيه، لان انت عشتي حياتك كلها الاعلاميه حليمه على اثاره الجدل،
وهذا شيء انت يعني شاطره فيه امانه. اوكي، تسوين الشيء وانت عارفه انه بيصير فيه استفزاز. وبعدين لما قلتي انا ناجحه كأم، زين ماشي انت ناجحه كأم، بعد انت ما صار لك كم سنه يعني فالموضوع عشان تقيمين مرحلتك ان انت ناجحه كأم، يعني انت ما صار لك كم سنه، يعني ما اعتقد تتجاوزين 4 سنوات. ان انت 4 سنوات يعني هذا بعد رقم قوي انا قاعد اعطيك اياه. فانت شنو اللي اثبت ان انت هذا الحكي لما يصير بنتك الله يحفظها ماريا وصلت 10 15 سنه عشان نعرف ان انت فعلا ان انت مثال للام الناجحه. يعني ما ادري، هي في يعني في اشياء غريبه كانت في اللقاء يعني، وهي هذه حليمه ودائما ترجع لعوايدها القديمه، وهذا شيء يعني اوكي. بس وعموما يعني انت تجربتك يعني انت اعتقد اتجهتي للكتاب بعد فشل برنامجك في رمضان، فشل ذريع. البرنامج هذا اللي ما حد شافه الا حليمه بس، حليمه واسره حليمه فقط، لكن غير كذي السلام عليكم ما في حد شافه، وهذا شيء حقيقي. اوكي يعني ما اعتقد في ناس شاف، الناس صرفت عنه لاقصى درجه، يعني ما في شيء يجذب يعني نهائيا. واعتقد حليمه انت مو كل تجربتك الاعلاميه ناجحه، هم في مشاكل مع روتانا، مشاكل مع تلفزيون الكويت، مشاكل مع قناه المحور، عندك مشاكل يعني في مشاكل كثير وانجاز قليل يا حليمه. حين اترككم مع لقطات من اللقاء المأسوف عليه، لقاء حليمة بولند في ليالي الكتاب اللي قاعد يتألق سنة عن سنة. نعم. بفعاليات جميلة، وهالسنة السنة ال40 عقبال ال100 إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. فأكيد باكر راح يكون حفل التوقيع إن شاء الله. الساعة كم حليمة؟ باكر الساعة 4 بدري. ليش؟ أنا بالليل بسافر. جمهورك ينتظر حليمة، جمهورك ينتظر محضرة لهم سربرايز مفاجأة. تاريخك الإعلامي أكثر من 14 سنة. نعم صح، لا مو أكثر، عاد 14 سنة. صحيح. 14 سنة. شو اللي خلاك تفكرين بعد هالمسيرة الفنية الطويلة والإعلامية أنك تختارين وتقولين أنا ليش حليمة؟ عائلة كل شيء بحياتي. لأول مرة أعرض صورة ماما على فكرة، لأول مرة أعرض بنوتي الصغيرة كاميليا عمرها 4 شهور الحين، فكانت التجربة جديدة بالنسبة لي. طبعا للأمانة عرضوا علي الفكرة مقابل يعني مبلغ مالي، وأنا على فكرة اكسكلوزيف أعطيتكم لكل العمر اللي لمراحل الشيخوخة المتأخرة بعد يعني 100 سنة تقريبا. صح. فتكلمنا عنها، تكلمنا عن الطفولة، تكلمنا عن مراحل قاسية. كان بالنسبة لي هناك متعة في كتابة كل سطر، في الصور اللي حطيتها، في كل شيء كتبته. حسيت اني قاعدة استرجع شريط ذكرياتي كلها بمعاناتي، بذكرياتي الجميلة، بكل شيء. لكن يمكن تجربتي لي، لأن أنا موقع مع شركة سبارك أيضا كتابي الثاني يعني